عاشت حالة كبيرة من الصدمة من يوم ما بلغت الشرطة في نوفمبر 2011 باختفاء خطيبها هيثم أحمد زكي، وإن هو ما بيردش عليها، وإن هي ما تعرفش هو فين لحد ما اكتشفت وفاته. وعاشت حالة أكبر من الصدمة واختفت عن مواقع التواصل الاجتماعي. اختفت فترة كبيرة، ولكن ظهرت النهاردة علشان تعلن مفاجأة جديدة. أسرار وحكايات في حياة خطيبة هيثم أحمد زكي، إنجي سلامة. إنجي سلامة هي خبيرة طاقة، وهي خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي. فاجأت متابعينها ان هي اختفت كتير، ولكن برضو النهاردة فاجأت متابعينها اللي هي اشتغلت في مجال الفن. المفاجأة ان هي دخلت مجال الفن وفعلا اشتغلت في مسلسل ليه لأ الجزء الثالث، ونشرت صورة ليها او مجموعة صور من شغلها او دورها اللي بتأديه، وهو دور سهيلة. وكتبت وقالت سعيدة بالدور ده، وسعيدة ان هو عامل فرق في حياتي كبير جدا. على طول الموضوع ده خلى اسم إنجي سلامة اتصدر الترند، لان الناس اتفاجئوا المتابعين ان هي إنجي سلامة المفروض كانت حزينة وكانت ملهاش علاقة بالفن، لان هي خبيرة طاقة وبعيدة عن الموضوع، كل علاقتها بالفن ان هي كانت خطيبة هيثم وبس. ولكن اتفاجئوا ان هي دخلت الفن وكمان عملت دور في مسلسل بيتعرض على منصة شاهد. الصدمة الأولى للفنانة الصاعدة، بقت فنانة بقى دلوقتي صاعدة اسمها إنجي سلامة. كانت المفاجأة الأولى لو نفتكر ظهور إنجي سلامة واسمها، كانت المفاجأة الأولى لما بلغت الشرطة إن هو هيثم اختفى، واتصلت بيه ما بيردش على الموبايل. فكلمت الشرطة طبعا، وراحوا أجهزة الأمن وكسروا باب الشقة وفتحوا الباب، فلقوا هيثم جثة طبعا والله يرحمه. خدوه على المستشفى وقالوا ان سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، وكان داخل قاعة الرزاق بمسجد الشرطة. وتحديدا يوم العزاء فضلت إنجي سلامة قاعدة ما بتتكلمش، وكان حواليها أصدقائها وحواليها ناس كتير، ولكن فضلت ما بتتكلمش، والصدمة كانت مؤثرة عليها جدا. وده خلاها طبعا تصعب على الناس كتير اللي كانت موجودة، لأن كان حالها طبعا بيدل إن هي كانت بتحبه جدا وكانتش مستوعبة الصدمة. فات أسابيع من الواقعة دي وهي اختفت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدين فجأة ظهرت تاني، واتفاجئوا ان هي حذفت الصور بتاعتها كلها من حسابها الشخصي، وكتبت وقالت انا بكتب الكلام ده وانا مش قادرة اكتب حاجة، بس قلت يمكن يكون في حاجة تفيد اي شخص تكون في ميزان حسنات هيثم، وانا بفكر نفسي قبله. والله كلنا بيعدي علينا اختبارات في حياتنا، وممكن نحس انه اختبار كبير قوي وصعب، بس ربنا سبحانه وتعالى قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. وقالت يعني أنا كل لله ورجعاله، عشان الواحد يفتكر إنه في الآخرة ملوش غير ربنا، وكلنا في الآخر رجعله مهما قلوبنا تعلقت بأشخاص أو بأشياء. دايما خلي شكوتك لله واتكلم معاه من قلبك، ربنا سميع قريب ودود مجيب. وزي ما سيدنا يعقوب قال إنما أشكو بأسي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. اي ابتلاء انتوا بتعدوا بيه دلوقتي ليه اخر وليه جزاء، وهتشوف جزاء الصبر ده في الدنيا وفي الاخرة، بس خليك راضي بقضاء ربنا. ربنا قال سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني ده وعد. وقالت كمان اي حد اتغير بسبب هيثم او اثر فيه ياريت ياخد نية ان اي عمل خير بيعمله او اي تغيير يكون في ميزان حسنات هيثم، وادعوا له دايما، ويا رب يجمعنا بكل احبابنا في الفردوس الاعلى بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب. وبعدين اختفت إنجي سلامة، ولكن ظهرت بعد كده بعد شوية تاني وقالت أنا بجمع صدقة جارية لهيثم أحمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا، ومحطة تحلية مياه البير دي هتتكلف 170,000 جنيه. ياريت كله يعمل شير وكلنا نساعده.
هيثم اخر حاجة قالها معايا على التليفون لا اله الا الله واستغفر الله، وقال لي قول الحمد لله ما تشيلنيش هم. فاللي عايز له واللي عايز لي خير بجد ساعدوني اعمل الصدقة الجارية دي ليه، ودي اقل حاجة اقدر اعملها له، وادعوا له كتير جدا. هو يستاهل كل حاجة حلوة وحب الناس اللي انا شايفاه ده، وكم الدعوات والعمرة والصدقات عشان هو فعلا اطيب قلب. ادعوا له من قلبكم من فضلكم، ربنا يصبرني ويجمعني بيه في الجنة ويسكنه الجنة بدون سابقة عذاب ولا عتاب ولا حساب. وكانت أحيت إنجي سلامة خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي ذكراه السنوية، وكتبت وقالت على الفيسبوك برضو أنا عارفة إن مفيش حاجة في الدنيا اسمها سنوية، بس بعد يومين هيكون عدى سنة على وفاة هيثم الله يرحمه، بفكركم بيه علشان تدعوا له من فضلكم، أطيب حد قابلته في حياتي ويستاهل دعوة. واخيرا اللي ما يعرفش انجي سلامة خطيبة هيثم احمد زكي، هي اتخرجت في جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب، وكانت شغالة خبيرة في مجال العلاج بالطاقة، وبتنشر يعني محاضرات التنمية البشرية وأسسها وأسس العلاج بالطاقة، بتنشر الحاجات دي والتخصص ده على حساباتها الرسمية على الفيسبوك أو الانستجرام أو حساباتها عامة على السوشيال ميديا. ومن وقت وفاة هيثم لحد دلوقتي ما أعلنتش خطوبتها أو ارتباطها بأي حد، ولكن النهاردة ظهرت بس عشان تعلن إن هي اشتغلت ودخلت الفن، وكمان اشتركت في مسلسل ليه لأ 3 الجزء الثالث، وكده يعني بقت فنانة رسمي وبقت وجه صاعد. والله يرحم الفنان الكبير هيثم أحمد زكي، وأبرع فعلا جدا في مسلسل كلبش، يعني سبحان الله الوقت اللي هو نجح فيه كان مسلسل كلبش الجزء الثاني لو تفتكروه، الدور اللي أبرع فيه بجد. يعني أنا شايف إن هو ما كانش بيمثل جامد قوي، ولكن المسلسل ده بالذات اللي كان بيمثل فيه بجد، ويعني يمكن ده الوحيد اللي خد فيه فرصة كبيرة وقدم فعلا شخصية بجد، وكانت شخصية جامدة جدا. يعني لو هتلاحظوا ان هو في تعليقات الجزء الثاني دي كلها، لو بتشوف المسلسل ده على اليوتيوب، كان ايامها المسلسل بينزل على اليوتيوب يعني، فلحد دلوقتي كلبش 2 موجود على اليوتيوب، لو هتلاحظوا هتلاقي الكومنتات كلها بتتكلم على هيثم احمد زكي قبل حتى ما يتوفى، كله كان بيشيد بيه، دور جميل ودور مكتوب بجد كويس جدا للكاتب الكبير الدكتور باهر دويدار المؤلف الجميل ده، وكان طبعا اخراج بيتر ميمي. المسلسل ده حقق فيه هيثم معادلة جميلة جدا، الدور ما بين الشر وما بين خفة الدم شوية، بين الشدة وبين الليونة، كان حاجة جميلة جدا. يعني الله يرحمه يوم ما نجح ويوم ما حقق حاجة كويسة الله يرحمه بقى اتوفى. متابعين الكرام، دي حكاية إنجي سلامة النهاردة بظهورها وبدخولها الفن، ودي كانت حكاية من ضمن الحاجات اللي تخص الفنان الكبير هيثم أحمد زكي. فادعوا له بالرحمة وادعوا له ربنا يغفر له ويرحمه ويرحمنا جميعا، ودايما نتقابل على خير أعزائي، واشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. اللي لسه مشتركش يا ريت تشرفني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإن شاء الله اللي جاي يبقى أحلى، ودايما أشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.